بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد من لقاءات اعرف دوائك. وفي هذه الدقائق إن شاء الله هكلم حضراتكم عن بعض المحاذير المهمة الخاصة أثناء استخدام دواء ميوكوفيلين شراب. لو ما كنتش اشتركت في القناة بذكر حضرتك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولو في أي سؤال اكتبه في التعليقات. بالنسبة للميوكوفيلين شراب، هو من الأدوية اللي بتستخدم في الكحة وفي إذابة البلغم وتوسيع الشعب الهوائية، ولكن ليه بعض المحاذير اللي انت لازم تحطها في الحسبان أثناء ما تستخدم هذا الدواء، حتى لو كان مكتوب لك في الروشتة. مش بس عشان هو مكتوب لك في الروشتة يبقى مناسب ليك على الدوام، ولكن في بعض التحذيرات اللي انت ممكن تنساها من الطبيب او الطبيب كاتبها للصيدلي، فانت يجب انك تحط ده في الحسبان. لان انا يا جماعه لاحظت بعض الناس مكتوب له في روشته يبقى خلاص يستخدمه الى ما لا نهايه. ميوكوفيلين شراب بيستخدم كمذيب للبلغم، وبيستخدم كموسع للشعب الهوائيه. طبعا هو بيحتوي على مادتين زي ما انتم شايفين، البروموهكسين هيدروكلورايد بتذيب البلغم، والاسيفيلين بيبرازين ودي مادة موسعة للشعب الهوائية بنت عم السيوفيلين، بتعمل ارتخاء للعضلات الملساء الموجودة في القصبة الهوائية. أهم شيء لو عندك حموضة في المعدة أو قرحة في المعدة تستخدمه بحذر عشان ممكن يزود الموضوع ده. لو عندك غدة درقية أو المرضى اللي عندهم الغدة الدرقية برضو يستخدموه بحذر، ويفضل ما يستخدموش خالص لو لقينا حل تاني. القصور في الكلى والكبد، لو في مشاكل في الكلى والكبد، أو الحاجة المهمة الأخيرة عدم انتظام ضربات القلب، بيحصل لك سرعة وتسارع في ضربات القلب، أو عدم انتظام في ضغط الدم، يجب انك انت تستخدمه بحذر. غير كده استخدمه عادي وآمن أيضا للأطفال. بالنسبة للحمل والرضاعة مفيش أبحاث أثبتت إن هو بيعمل تشوهات للأجنة أو مشكلة للحامل، ولكن أيضا يجب استخدامه بحذر بعد إشراف الطبيب. لو ما كنتش اشتركت في القناة يعني اشتراكك يدعمني ويدعم الفقير. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.